السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتكم أكلة ماما. النهاردة هنعمل مع بعض إن شاء الله كبدة الفراخ اللذيذة جدا بطشة رهيبة. هتدمنيها لو جربتيها، مش هتبطلي تعمليها بالطريقة اللذيذة دي. وهنعمل كمان سلطة الطحينة مع بعض في البيت. وهنعمل النهاردة كمان بطاطس مقرمشة بتتبيلة كنور، بطاطس تحفة بكيس تتبيلة كنور. هنبتدي مع بعض الوصفة، وأول حاجة هنبتدي بيها هي الكبدة. علشان نعمل طشة كبدة ما تزهقيش منها ومن طعم الكبدة التحفة، محتاجين فلفل أخضر بلدي وفلفل حامي حسب الرغبة، ليمون، كزبرة ناشفة، كمون، وطبعا التوم وملح والليمون. هبتدي ادق التوم في الهون، انا بحبه مدقوق ناعم احسن من الكبة بيكون خشن. وهدق معاه كل الخضار بتاعه، هتكون هريسة حلوة قوي. طاسة سخنة على النار وفيها زيت، وهنزل بالكبدة كده اسمع التش كده واشوف واسمعها وهي بتتشوح حلو قوي. تشيل اي ريحة منها، طبعا منقوعة في خل وليمون وما فيهاش اي ريحة زفارة، لكن الطشة دي بتفرق قوي في الطعم. هنزل بقى بكل الهريسة دي بعد ما تاخد لها تشويحتين ولونها يتغير. هنزل بالخلطة الجبارة بتاعتنا دي، وهقلب كده تقليبة خفيفة عشان الكبدة بتاعة الفراخ طبعا بتكون يعني طرية، مش بتكون مستحملة ان هي نقلب فيها كتير عشان ما تتهرس معانا. خدت تقليبة كده خفيفة. خلاص هغطي بقى الكلام ده كله، وههدي النار عليه قوي واسيبه الكلام ده كله بقى يتشوح كده ويتماسك ويتجانس مع بعضه وتاخد كده من طعم بعضها على ما تخلص. وهي ما بتاخدش سوا خالص، يعني 10 دقايق بالكتير. هبتدي بقى اعمل سلطة الطحينة. معايا الطحينة الخام، وهنزل بمية دافية افكها شوية بشوية لما اوصل للقوام اللي انا محتاجاه. طبعا القوام ده حسب رغبتك، عايزاه سميك، عايزاه وسط، عايزاه خفيف، دي حاجة بذوقك. هنزل بقى بمعلقة الخل الابيض وهقلب، وبعدين هنزل بمعلقة الثوم المهروس واقلب الكلام ده كله في بعضه. واخديها كمان عصير ليمون بيفرق برضو في الطعم قوي. لو حابة تضيفي زبادي تمام، مش حابة برضو حسب رغبتك. ازود مية لحد ما اوصل للقوام اللي انا محتاجاه. خلاص كده خلصنا، صبناها بقى في الطبق اللي هنقدم فيه. وعلى الوش بقى كده ازين الطحينة بتاعتي بمعلقة زيت زيتون كده خفيفة، برضو تختياري حسب الرغبة. وكمان اديتها رشة من البابريكا بتديها لون وشكل لطيف. دي البطاطس المحمرة بتاعتي طبعا لسه نية، انا متبلاها بخلطة كنور، كيس كده مكتوب عليه تتبيلة البطاطس. ما ضفتش عليه اي حاجة غير بس شوية من الكركم عشان لونها يبقى ذهبي وحلو بعد التحمير. الكبدة خلاص تمام معانا. ده البانيه اللي عملناه مع بعض الفيديو اللي فات، عملته عشان الولاد. ودي بقى مكرونة حمرا ماما عاملاها كده من غير سليق، بتبقى بالصلصة قاعد واحد، برضو ممكن اعملها لكم في فيديو ان شاء الله تاني. ودي البطاطس اللي بعد ما اتحمرت. وكده الاكل معانا خلصان. قولوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.